التخبيط اللي انت شفته من شويه كان في القطعه دي وسليمه وزي الفل. اظن طبعا احنا لو خبطنا التخبيطه ديت في اي حاجه تانية غالبا حاجه زي الرخام او حاجه زي البلاستيك او حاجه زي الازاز اكيد او حاجه زي الجبس والاسمنت اكيد هتتكسر. طيب انا ليه كنت بخبط التخبيطه ديت؟ عشان اقول لك حاجه مهمه جدا. الكونكريت بيتكون من الياف فايبر وبودره ازاز وبودره ماربل وحاجات كتير جدا بتخش جوه الكونكريت عشان تخليه صلب وقوي، وفي نفس الوقت المسام اللي جواه قليله جدا فبتديله صلابه جامده قوي. هو ده اللي انت محتاجه في الكونكريت بتاعك، ان هو يبقى صلب والمسام بتاعته قليله من جوه، بحيث ان هو على قد ما تقدر يبقى صلب جدا جدا. لو عندك كونكريت صلب يبقى عندك كونكريت خامته عاليه جدا. الكونكريت اللي خامته عاليه جدا هيساعدك انك تطلع قطع متفنشه ومش هتلاقي له مشاكل تبقيعه اللون والمشاكل اللي بنقابلها كتير جدا في انواع الكونكريت اللي موجوده في السوق. فانت قبل ما تشتري الكونكريت اتاكد ان هو كونكريت بجد. ومش عايزك تنسى بقى ان احنا عاملين عرض على الكونكريت عندنا. القطعه اللي انت شفتها بتتخبط قصادك ديت كذا مره وما حصلهاش اي حاجه، من اعلى جودات الكونكريت اللي موجوده في السوق، ان لم تكن هي اعلى جوده كونكريت موجوده في السوق، وسعر الباكج فيها ما يتنافسش. فانت لو عايز تلحق بقى الباكج ديت اكتب لنا تحت في الكومنتات او ابعت لنا رساله باكج الكونكريت وهنبعت لك كل التفاصيل. هتوصل لك لحد باب البيت تاني يوم، ولو انت بره مصر هتوصل لك في 7 ايام.